السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا وسهلا بكم، ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ النهاردة إن شاء الله جاتني فكرة حلوة كده، إن احنا نعمل قرنبيط النهاردة. طب هتعملي ايه؟ اسمه القرنبيط أو القرنبيط أو نبات الزهر أو الزهرة. عندي هنا شوية مية حلوين، عندي هنا حتة قرنبيطة محترمة كده تستاهل ايدك وتستاهل بقك يا قلبي. قطعناها كده حتت صغننة صغننة كده او متوسطة على حسب رغبتك واللي انت عايزاه. عايزة تحطيها سليمة في قلب مية وملح وتسلقيها، ماشي. عندي هنا حبتين بطاطس، عندي هنا بهاراتي، ملح، فلفل اسمر، بهارات لحمة، عندك بهارات فراخ، عندك توم باودر، بصل باودر، عندي هنا حتة صدور فراخ. انا هنا سلقت الزهرة بتاعتي او القرنبيط او القرنبيط بتاعي وصفيته. هتعمل ايه بالبطاطس دي؟ هنبشرها. طيب وبعدين بشرتيها وبعدين ايه اللي حصل؟ بصي يا حبيبتي، هتجيبيها زي ما انت شايفة كده وتقومي عصراها مصفياها من المية والنشا بتاعها اهو. تصفيها كويس اوي وتعصريها كويس اوي، مش تحطيها في المصفى، لا، بايدك كده وتضغطي عليها ضغطا شديدا. تمام يا قلبي؟ تمام يا قلبي. وتقومي عامله ايه، ضغطه كده ضغطه، والميه بتاعتها هتعملي بيها ايه؟ طبعا مش هنحتاجها في اي حاجه. عندي هنا حبيبه البهارات، ما تنسيش عندك شطه وكمون وفلفل اسمر، ويستحسن الكمون، وكتري من الكمون عشان القرنبيط وريحته. عندي هنا ربع صدر فرخه. صراحة ربنا ما كانت هي اللي عندي موجودة في البيت، قلت هستعملك في ايه؟ قلت لها تعالي نعمل بيكي طبخة حلوة كده ونأكل ولادنا ونمشي يومنا النهاردة إن شاء الله. دي المية اللي طلعت من البطاطس، طبعا أنا مش محتاجاها في شيء. طيب الخطوة اللي بعد كده هنجيب إيه؟ هنجيب الخلاط بتاعنا أو الكبة بتاعتنا بمعنى أصح. هنحط الفراخ، عندك لحمة مفرومة حطي، عندك فراخ زي كده حطي اللي نفسك فيه. تضربيها ضربا مبرحا مبرحا مبرحا. وايه كمان؟ عايزين برضو بصلتين محترمين. تمام اهو، شايفه بقى الخلاط هو بيفرم كده؟ يلا خش معايا واتفرجي معانا على الخلاط وهو بيفرم اللحم. عندي بصلتين حلوين كده متوسطين او بصله كبيره، تمام، عشان يديها تست حلو كده، ونديها ضربا مبرحا مبرحا. يلا بينا نخش على الخلاط، يلا. تفضلي بقى تقلبي فيها كده عشان تنعم كويس اوي. انا عايزاها عجينه يا حبايب قلبي. هنا الخلاط لقيته بقى كده بيفوت، رحت مقلباه كده زي ما انت شايفه كده، شاطرين شاطرين. ايوه ايوه كده، ما تخليش حاجه بقى في بصل كده بيروح على جنب كده، لا، هاتيه. تمام تمام. كل مرحله شويه بشويه عشان تديكي افضل نتيجه انت محتاجاها. احنا هنخلي الخلطه بيطه دي كلها عباره عن عجينه. يلا نكمل يلا نكمل. كل خطوة بوريها لك خطوة بخطوة، أنا مش عايزة أعمل حاجة من غير ما تكوني شايفاها. البهارات المشكل بقى السبع بهارات عندي، شطة، فلفل، كمون، كزبرة، خلي حياتك منورة. يلا يا قلبي يلا يا قلبي. عندي هنا البطاطس المبشورة المعصورة، أنا ما سلقتهاش. دي بطاطس نية متقشرة فقط لا غير، ومبشورة. تمام، ودي تمام. طب ليه ما حطيتهاش بميتها؟ عشان انا مش محتاجة ميتها في شيء، عشان ما تبوظليش الخلطة بتاعتي دي الجميلة والطبخة الممتازة اللي انتوا شايفينها دي. انا عايزة اتخلص من اي حاجة فيها مي. تمام تمام. يلا في قلب الخلاط كده وقلبي وقلبي واضربي اضربي، يلا. خليها عجينة عجينة على حسب خلاطك بقى وقوته. تمام. يلا بقى الكبة بتاعتنا الجميلة كده، مش ههدر حاجة، ده طريقتنا اللي انتوا عارفينها. عندي هنا مكان هنعمل ايه؟ القرنبيط كمان المسلوق، وتسلقيه بحبة ملح وحط فيه حتة كمونة كده بسيطة عشان الريحة يا قلبي. وتضربيه ضربا مبرحا مبرحا لحد ما يبقى عجينة معاكي. اوعي تحطي مية، اوعي تحطي مية، نصيحتي ليك. ليه؟ هتعرفي في اخر الفيديو. يلا نكمل يلا نكمل. شايفين كل مرحلة من المراحل انا بوريها لك عشان ما تقوليش انا عملت حاجة من وراكي. خطوة خطوة معانا اللي لسه متجوزين حبايب قلبي ومش عارفين. هنقلب ده على ده عشان كله ياخد من التست بتاع بعضه، ياخد من طعم بعضه ويبقى كله
طعم واحد وبهاراته تبقى واحدة. وتشوفي يا جماله يا حلاوته، بسم الله ما شاء الله، حاجة وهم وهم وهم. هنحط ايه؟ عندك كوباية دقيق محترمة، تضيفي شوية بشوية وتقلبي عشان ما يبقاش قلبها عجين. هو ايه اللي انت عملتيه ده يا ست انتي؟ اصبري بس ما تستعجليش، انا معاكي للاخر، احنا هنطير من بعض. يلا معانا يا قلبي. ايوه كده، ايوه كده، حبة بحب. ايوه كده، اوعي تعجنيها، لا لا. ايوه، حط شوية بشوية لحد ما تحس ان هي عجينة متماسكة الى حد ما، بس بتبقى طرية برضك، مش تخليها عجين، لا. احنا هدفنا دي انها تتماسك عشان اعرف اشكلها الاشكال اللي انا عايزاها. يلا بينا، يلا بينا. ايوه، واوعي تنسي بهاراتك، ويا سلام بقى على شوية الشطة بقى، وتزودي حتة شطة كمان. وهم الوهم يا جماعة. يلا يا حبايب قلبي، عندك ايه؟ خلاص عجنتيها؟ ايوه عجنتيها. يستحسن تريحيها شويه في التلاجة. عندك شويه زيت، طب انت هتعملي ايه بالزيت ده؟ اصبري عليا. هنا ايه؟ شويه دقيق، هتحطي له ايه؟ شويه بهارات وملح. انا هنا حبيبتي، ايوه، هنحط لك بقى شويه البهارات والملح كده ونوريكي حته حته. انت عملتي ايه؟ سويتي ايه؟ انا هنا يا حبيبتي شكلت عجينة اصابع الناجتس البسيطة اللي عاملاها بالقرنبيط، بدل ما اقليه في الزيت او بدل البيض والتكلفة الكتير. فكرة حلوة اهي، استعمليها وقولي لي ايه رأيك في الكومنتات، وانا واثقة من رأيك انها تعجبك ان شاء الله. هنا صبعتها وشكلتها وحطيت لها دقيق. عندك فيجيتار حطي، تمام. عندك دقيق زي ما انا عاملاها كده حطي، اللي نفسك فيه اعمليه. وتتسوي في زيت هادي الاول، وبعد كده زيت متوسط، وتقومي قلياها ومحمراها واحده واحده. عايزه تعمليها صوابع اعمليها صوابع، عايزه تعمليها اشكال للناجتس كده، صدور الفراخ، اوكي، اللي نفسك فيه اعمليه. انا صبعت الكميه كلها وشكلتها، هروح على زيت متوسط واقلبها شويه بشويه عشان الخلطه اللي جوه تستوي. وادينا اهو خلصت بقى وجيت لك بسرعه اهو. اتفضلوا معانا يا احلى اخوات في الدنيا. عملت لي كميه محترمه جدا جدا وكفت، وبسم الله ما شاء الله، حاجه في منتهى منتهى الجمال. واقول لك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.